بما ان العلف في الفترة الاخيرة بقى غالي جدا، فلازم تدير امورك وتعمل بديل للعلف اللي هيوصل الطيور بتاعتك لاوزان رهيبة جدا وكمان خطير جدا في زيادة انتاج البيض. هنعمل النهاردة علفة قوية جدا، وكمان هنعرف مع بعض فوائد السمك في تربية البط وتربية الطيور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه النهاردة يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال دايما يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو تنسوا الصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وتحطوا لايك للفيديو ده وتشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. النهاردة بإذن الله هنعمل علفة قوية جدا في زيادة الأوزان ورفع المناعة وزيادة إنتاج البيض، وكمان هنعرف مع بعض فوائد السمك للبط بتاعنا وللطيور. أول حاجة نعرف فوائد السمك وبعد كده نعمل العلفة بتاعتنا مع بعض. السمك بيعتبر من أفضل بديل البروتين المستخدم في تسمين البط، لأن السمك بيحتوي على نسبة بروتين مرتفعة جدا ومجموعة فيتامينات والمعدن اللي بتساعد الطيور على التحويل السريع وبتحقق أعلى معدل أوزان خلال دورة التربية. بما إن الأعلاف بقت غالية جدا في الفترة الأخيرة، فلازم تدير أمورك وتعمل بديل التسمين علشان توفر معاك شوية في المصاريف، إذا كنت بقى بتربي البط بغرض الاستفادة بلحمه وأكله أو بغرض التجارة، فلازم في نهاية الدورة تحس إن جايب همه معاك أو طلعت باستفادة أو بربح يشجعك إنك تكمل التربية تاني. أصعب نوع فيتامين بيكون صعب توفيره للطيور عامة هو الفيتامين، وده اللي بيكون المسؤول رقم 1 عن تسمين ورفع الأوزان. البروتين في العلف بيتوفر في فول الصويا، علشان كده هتلاقي فول الصويا غالي شوية عن بقية الأعلاف. السمك مصدر قوي جدا للبروتين وهو مفيد للطيور وأي كائن حي حتى الإنسان نفسه. السمك بيحتوي على نسبة بروتين عالية جدا بتصل في كل 100 جرام من السمك ل 25 جرام من البروتين، يعني هنلاقي في كل 100 جرام من السمك 25 جرام من البروتين. اول حاجة هنقولها هي مميزات السمك والفيتامينات والمعدن الموجودة في السمك. زي ما قلنا كل 100 جرام من السمك بيحتوي على 25 جرام من البروتين، وكمان بيحتوي على 121 جرام سرعة حرارية، وكمان موجود فيه 2.14% دهون و13% من الكالسيوم و17% من الحديد و381 صوديوم و63% من الكوليسترول. كمان السمك مصدر قوي جدا لانه بيمد الطيور بعنصر الاوميجا 3 والفيتامينات اللي بدورها بيرفع من قوة الجهاز المناعي، وكمان بيعالج الالتهابات الداخلية وبيحسن من قوة الامراض والفيروسات. الاوميجا 3 الدهني بيكون طبقة دهنية تحت الجلد بتعمل كحماية الطيور من نزلات البرد، وكمان بيحتوي السمك على الكالسيوم المفيد لتقوية العظام وتغذية الريش ورفع كفاءة التخصيب، وكمان انتاج البيض خالي من الدهون. نسبة البروتين عالية جدا في السمك بترفع من كفاءة التحويل وزيادة الأوزان الطيور بسرعة الصاروخ. تعالوا نعمل مع بعض العلفة اللي احنا هنعملها النهاردة لزيادة الأوزان اللي موجود فيها السمك وموجود فيها بواقي البيض وموجود فيها كميات عالية جدا من الفيتامينات والبروتينات. العلفة الموفرة جدا في تربية الطيور، وبعد كده نرجع لفوائد السمك تاني. اول حاجة زي ما انتوا شايفين كده ده نص كيلو من سمك البط. سمك البط لازم يكون صغير علشان السمك الكبير بيبقى فيه شوك والبط ما بيعرفش يبلعه، فسمك البط بيكون صغير كده وكمان رخيص جدا، الكيلو ب10 جنيه تقريبا. نضفته كويس جدا علشان البكتيريا اللي بتبقى موجودة فيه ما تضرش البط بتاعنا، وبعد سلقناه كويس جدا. بعد كده بقى في العلفة بتاعتنا هنجيب كيلو من الدشيش وهنطبخه كويس جدا على النار. هنحط الدشيش بتاعنا وعليه حبة مية وهنوطي عليه، وبعد كده في العلفة بتاعتنا بواقي الغداء او بواقي المنزل بتاعنا، وبعد كده هيبقى معانا المكونين التانيين هما الردة الخشنة والرجيع. كده مكونات العلفة: السمك المسلوق والدشيش وبواقي المنزل والردة والرجيع. العلفة دي خطيرة جدا في زيادة الأوزان وبتوفر معانا بشكل كبير جدا. زي ما انتوا شايفين كده بقى هنحط كل المكونات دي مع بعض وهنقلب العلفة بتاعتنا كويس جدا. العلفة دي بتوفر معانا بشكل كبير جدا، وكمان بنحصل على أوزان غير طبيعية من السمك ومن الدشيش، وكمان الخضروات والطماطم والبصل اللي احنا حطيناها في بواقي البيض دي برضو فيها فوائد غير طبيعية للبط بتاعنا. نحط على العلفة بتاعتنا شوية مية بسيطين بس علشان نعرف نقلبها، وهنقلبهم كويس جدا، وبعد كده هنحطهم للطيور بتاعتنا.
بقى يا حبايب قلبي هنعرف الطريقة الصحيحة لتقديم البط لرفع أوزان البط. لازم يكون السمك بتاعنا مغسول كويس جدا ومسلوق بحيث انه يكون خالي من اي بكتيريا تضر الطيور بتاعتنا. تاني حاجة السمك يكون الصغير، لان السمك الصغير احسن من السمك الكبير، وده لان الشوك ممكن يضر البط وقت البلع. وتالت حاجة معانا يتم تقديم كوجبة واحدة فقط في اليوم، او يتم اضافته كمكمل بروتين على بواقي الخلطة زي ما احنا عاملين النهاردة في العلفة بتاعتنا. ممكن نقدم السمك بتاعنا كمسلوق كده على العلفة، او ممكن نجيب السمك نحطه في الشمس لمدة 3 ايام، وبعد ما السمك بتاعنا يبقى مجفف خالص ويجف معانا هنجيبه وهنفرمه في الخلاط لحد ما يبقى بودرة خالص كده، وممكن نقدمه على العلف. ده لو احنا عندنا مثلا فراخ ساسو او فراخ بيضة، ده بيبقى بروتين وبيبقى رهيب جدا في زيادة الاوزان وفي فوائد غير طبيعية. لكن لو هنقدمه للبط فالاحسن ان احنا نسلقه ونحطه على الخلطة بتاعتنا، مثلا اللي هو دشيش ورده او حاجات من دي. ولو برضو مش عايزين نسلقه، الافضل برضو ان احنا نسيبه في الشمس لمدة 3 ايام. لما يجف خالص يبقى مجفف كده معانا، هنجيبه وهنفرمه في الخلاط كويس جدا لحد ما السمك بتاعنا يتحول لبودرة. وبعد كده هنعينه بقى لما نيجي نعلف الطيور بتاعتنا هنحط منه شوية على العلف. السمك بنقدمه للبط بعد وصوله ل45 يوم. ما ينفعش نقدم السمك للبط الصغير. السمك بيعتبر من افضل بديل العلف، بديل البروتين المستخدم في تسمين البط، لان السمك زي ما قلت لكم بيحتوي على نسبة بروتين مرتفعة جدا ومجموعة فيتامينات والمعدن اللي بتساعد الطيور بتاعتنا على التحويل السريع، وبنحقق اعلى معدل اوزان خلال دورة التربية. البط بتاعنا لما نحطيله السمك هيوصل لوزن غير طبيعي في خلال وقت قصير جدا. بسم الله ما شاء الله، البط بتاعنا هيوصل ل8 كيلو ونص في خلال 3 شهور ونص بس. هيوصل لوزن عالي في خلال وقت قصير جدا. هنوفر من العلف وكمان هنوصل لأعلى الأوزان. والعلفة اللي احنا عاملينها النهاردة دي فيها فوائد بشكل غير طبيعي للطيور بتاعتنا. اول حاجة الموجود فيها السمك، وزي ما شرحنا ده بديل للبروتين، وافضل حاجة ممكن يكون فيها البروتين بعد فول الصويا. وكمان السمك ده افضل من العلف بمراحل يا جماعة، بمراحل. السمك ده فيه فوائد عن العلف، وكمان العلف التركيز اللي هو 23 و25 التركيزات العالية دي. السمك افضل من العلف بمراحل. السمك فيه فوائد بشكل غير طبيعي زي ما شرحنا في اول الفيديو. وكمان الردة معانا ملانة بالكالسيوم ورهيبة جدا في زيادة الوزن. الردة دي ملانة بالكالسيوم، فيها مجموعة عالية جدا من الكالسيوم. الرجيع اللي احنا حاطينه وده فيه كمية عالية جدا من البروتين والفيتامينات، ورافع مناعة قوي جدا، بيدي للطيور بتاعتنا مناعة عالية جدا. الدشيش اللي احنا عاملينه وده موفر جدا في العلف، وكمان فيه فوائد رهيبة جدا، بيدي للطيور بتاعتنا مناعة قوية جدا تقدر ان هي تستحمل اي مرض لفترة طويلة، وتقدر باذن الله ان هي تتغلب عليه. هنعدي فصل الصيف بدون اي امراض، هنتجنب الامراض، هنتجنب الادوية البيطرية، وكمان هنتجنب العلف. وخلي بقى العلف ده يعفن عند التجار. احنا ما عدناش حاطين للطيور بتاعتنا علف، احنا هنعلفها علفات من القوية دي. طبعا السمك رخيص جدا ب10 جنيه، الدشيش ورخيص جدا ارخص من العلف بمراحل، تقريبا النص بالنص. الدشيش ب14 جنيه، والردة عاملة 10 جنيه، والرجيع عامل 5 جنيه. طبعا لو الناس فلاحة او كده هيبقى طبعا متوفر عندها الرجيع لو بيدقهم الرز، لان الرجيع ده بيبقى اللي هو الحاجات الباقية من الرز لما تيجوا تدقوه. اللي احنا عاملينها النهاردة دي فيها فوائد بشكل غير طبيعي للطيور بتاعتنا، ملانة بالفيتامينات وملانة بالبروتينات وملانة بالكالسيوم، وفيها كميات عالية جدا من المعدن، ورهيبة جدا في زيادة تحويل البط بتاعنا. يا رب يا حبايب قلبي الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا من الفيديو ده بشكل كامل، ومع السلامة. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.